الخير أعزائي المشاهدين من قناة المنتدى المصري. معاكم الدكتورة أماني دلال. سنقدم لكم استكمال برنامج قوانين فستور الذي يختص بما هو كل ما هو متعلق بالقوانين داخل إيطاليا والضوابط القانونية داخل إيطاليا، الضوابط القانونية المتعلقة بالعمالة وسلوكيات المجتمع المصري والعربي في إيطاليا. في بداية هذا البرنامج أحب أعرض على حضراتكم ما تكلمنا عنه في ما يتعلق بالقوانين الكاف والباتروناتو والسلوكيات المتبعة للحفاظ على الهواية المصرية والمواطنة والاندماج واحترام القوانين الإيطالية للبلد الحاضنة للمواطن المهاجر. نبدأ معكم أول حلقة، تمام، الحلقة الأولى من برنامج قوانين فستور. أولا أحب أعرفكم على نفسي. أنا اسمي أماني دلال، هنا في إيطاليا، تمام. تربيت هنا في إيطاليا. حابة إن أنا أبدأ معاكم، تمام، مشوار، نبدأ مع بعض مشوار. حابة إن أنا كل الخبرة، تمام، اللي اكتسبتها في السنين دي أحب إن أنا أشاركها معاكم. هنتكلم مع بعض، تمام، في القوانين. نتكلم معاكم، عاوزة يعني اخليكم يعني تنتبهوا في حاجات مثلا ممكن ما تكونوش عارفينها، او بتتجهوا انتوا بتسالوا مثلا، تسالوا ناس كتير توجهكم مثلا. مش دايما الناس تحب تنصح بالخير بصراحه يعني. هنتكلم مع بعض شويه على العيشه هنا في ايطاليا، وبرضو اي اسئله حابين انا هرد على اي اسئلتكم. انا بصراحه دي اول حلقه ليا، اول مره اطلع لايف، فاستحملوني شويه. دلوقتي انا بس حابه اني اتكلم مع الشباب. احنا هنا ضيوف في البلد دي، احنا في ايطاليا ضيوف، فياريت نحترم البلد ونحترم قوانين البلد. البلد دي بتدينا كتير. اللي عنده طموح وحابب ان هو عنده حلم عاوز يحققه، البلد دي ممكن تساعدك طبعا لو احترمت القوانين واحترمت الناس اللي في ايطاليا. للأسف آخر أحداث مش مشرفة لينا. كل واحد فاكر إن هو يقدر يعمل اللي هو عاوزه. لو عاوز تعمل اللي أنت عاوزه، ارجع بلدك. لما أنت هنا ضيف، رحت الكوستورة مثلا، رحت اي جهة، لازم تدخل تقول permesso, per favore, per cortesia. مش ندخل نزعق وان كأن كل حاجة دوفوتا، يعني كل حاجة كأن لازم تتعمل لنا اجباري بالزعيق بالصوت العالي. لا، انت كده مش هتحل حاجة. لما مثلا يقول لك اي جهة، كارابينيري، بوليسيا، يقول لك اقف السيارة بتاعتك او راكب الموتورينو، اقف. قال لك اقف يبقى تقف. ليه ما اسمعش القوانين ولا التزم القوانين، ولا ما اسمعش ولا اكسر الاشاره او امشي من غير رخصه، اسوق من غير رخصه؟ ليه كده؟ لازم نكون نموذج مشرف
لازم نقول يعني ليه ندي نخلي الايطاليين يقولوا مثلا، او نخلي يقولوا ان المصريين، نوصل لدرجه ان المصريين يقولوا علينا كلام مش كويس، يقولوا علينا كلام مش كويس ان احنا ناس بيئه، ولا ان احنا ناس يعني ليه كده؟ انا بصراحه عاوزه كل الاهالي تهتم شويه بالتربيه، تربيه الاولاد. يعني هنا مثلا برضو بلجأ للاهالي اللي بتفكر ان في الاول تفكر ان هي تدخل ولادها المدارس هنا، وبعدين تفكر تقول لك لا انا اولادي عاوز اربيهم في مصر، فتسحب الاولاد من ايطاليا ويروحوا يدخلوهم مدارس في مصر، ويكتشفوا بعدين لا ده نرجع ايطاليا. ليه؟ مثلا دلوقتي في الكوستورة لما بتيجي تقدم او تجدد البرميسو بتاعك بيقولوا لك فين الاولاد طول ما هم في سن المينوريني، تحت السن، لازم طبعا يدخلوا المدارس هنا ويثبتوا ان هم قاعدين في التريتوريو. انت هنا معاك برميسو، طالب برميسو، انا طالب برميسو عشان انا مقيم هنا ولازم طالما انا قررت ان انا اعيش في ايطاليا يبقى اولادي لازم يعيشوا معايا وادخلهم المدارس هنا. يعني مش افكر ان انا اجيب ولادي هنا بس في الصيف، او اجيبهم اسبوع بس عشان يجددوا البرميس وبعدين انزلهم. حاجه تانية، وجود الوالد والوالده مع بعض مهم جدا. الوالد له دور في التربيه والام لها دور في التربيه. طبعا دي اول حلقه احنا قاعدين مش هنتكلم في حاجات، انا قاعده بتكلم معاكم بندردش مع بعض. انا حزينه جدا، حزينه من اللي بسمعه ومن اللي بشوفه. انا فاتحه حاليا شركه بقالي سنتين، فاتحه شركه خدمات. زي ما قلت لكم انا اشتغلت في انا من وانا عندي 17 سنه بشتغل مع كوستورة اللودي. كنت في يوم مع اهلي بجدد اعمل اجورنامنتو بتاع البرميسو دي سوجورنو، ف كان في ضابط قاعد فقال لي اماني حابه تشتغلي معانا؟ قلت له اشتغل ايه؟ انا عمري ما اشتغلت عن 17 سنه لسه بدرس. قال لي احنا عاوزينك مترجمه معانا. فقلت لهم مفيش مشكله. كان عندي 17 سنه فكانوا بيطلبوني دايما، بقيت انا المترجمه الوحيده ثقه في محافظه لودي. فكان والدي بيجي معايا عشان كنت صغيره تحت السن، فهو لازم يمضي. فمن اليوم ده بقيت انا المترجمه الوحيده. اشتغلت معاهم بقالي 12 سنه بشتغل معاهم. قابلني مشاكل كتير، شفت يعني قابلني مشاكل كتير شفتها، وشفت الناس اتكلمت مع ناس كتير. اشتغلت بعدين اشتغلت في السفارة الإيطالية في القاهرة، اشتغلت سنة. اشتغلت في البريفكتورة بتاعت لودي، اشتغلت سنتين. اشتغل في قسم الضم العائلي، يعني برضو قابلني مشاكل كتير. واشتغلت برضو في الهجرة. كنت مثلا كل اللي بيجوا عن طريق البحر مثلا كنت انا ماسكه الجستيون بتاع كل الامور اللي خاصه بدخولهم
في الملجأ وكل الشؤون اللي ما تخص بعدين طلب اللجوء والحاجات دي. فقررت ان انا بعدين اسيب البريفكتورة وافتح شركة خاصة بيا، ان انا اقدر برضو اكتسب يعني استفيد بكل الاكسبيرينس بتاعتي السنين دي كلها، وان انا اقدر اخدم الناس. فكرتي ان انا كان ان اي حد يدخل عندي المكتب يلاقي رد على كل الاسئله، يعني حتى لو سالني حاجه انا مش عارفاها برضو هسال الجهه المختصه، بحيث ان انا اقدر اوجه الشخص ده، بحيث ان الشخص ده ما يخرجش ويروح يسال بره ويتوه. تمام. هناخد بس هناخد بريك بسيط وهنرجع معاكم تاني ان شاء الله.